من اسبوع بالظبط والعالم كله ملوش اي سيرة غير فيديو النمر السيبيري اللي بيهاجم مزارع في الصين، لدرجة ان النمر ده دخل في السور الحديد بكتفه فلقوا النصين. السلطات الصينية قالت ان في نمر سيبيري عض راجل في الصين، والنمر ده لسه حر طليق. وبعدها بساعتين بس من نفس اليوم بينتشر فيديو من كاميرا مراقبة لنفس الببر وهو بيهاجم راجل تاني في مقاطعة موجودة في اقصى شمال الصين. صديق الإنسان، الحكاية كلها بدأت الصبح يوم الاثنين اللي فات لما السلطات في شمال الصين قعدت تدور على نمر بري. النمر ده طلع لاتنين رجالة وهم في طريقهم للشغل، ودشم الإيد واحد من الاتنين رجالة دول لدرجة إنه احتاج لتدخل جراحي. المسؤولين في مقاطعة بولي في أقصى شمال الصين قالوا بقى إن الكروي ده تعرض لعضة قوية في إيديه الشمال من نمر بري. الإصابات كانت صعيبة بالزاف وخطيرة، والمزارع ده احتاج لعملية جراحية استمرت لمدة 4 ساعات كاملين علشان بس يقدروا إنهم ينقذوا أطرافه من البتر. وفي نفس الوقت ده إدارة الغابات في هيليونج جيانج، ويا رب أكون نطقت الاسم ده صح. الإدارة بقى عملوا اجتماع طارئ وأكدوا إن الوحش ده يبقى ذكر نمر سيبير كبير وبالغ. وخلونا سريعا كده نقول ان الببور السيبرية هي اكبر القطط في العالم كله، بيوصل وزنها ل 660 رطل وبيوصل طولها ل 11 قدم تقريبا، وهي من القطط الكبيرة المهددة بشبح الانقراض، واسمها منور بالبنط العريض في الكتاب الاحمر الدولي ومحمية بموجب القانون. وكل اللي موجودين في برار الصين هم 70 نمر سيبيري، علشان كده بيجرم اصطيادهم او قتلهم. موطنهم الأصلي بيكون في شمال شرق الصين وروسيا، وبيعيشوا في الجبال والغابات ووديان الأنهار. وده اللي خلى إدارة الغابات في مقاطعة بولي يعملوا اجتماع طارئ، لأن الإقليم ده أصلا مش موطن أساسي للنمور ومستحيل إنهم يوصلوا لهناك. ومش بس كده، دول أكدوا إن في طفلين اتقتلوا بطريقة وحشية، والمشتبه الأول والأخير في الموضوع ده هو نفس النمر السيبيري. وإن شاء الله دول بقى نبقى نعمل عنهم حلقة في اوعى الوحوش تبقى لشق. المهم ان السلطات الصينيه بعتوا فريق تتبع متخصص علشان يمسكوا الببر ويشوفوا بقى هينيلوا في امه ايه، لكنهم للاسف ما قدروش يعرفوا مكانه، وقالوا انه اكيد ساب المقاطعه. بس ده ما حصلش، والنمر كان لسه موجود في قلب المنطقه. لان في نفس اليوم بتظهر كاميرا مراقبه موجوده في مزرعه فيديو اقل حاجه تتقال عنه انه مرعب. نفس النمر بيظهر لمزارع وبيرمي نفسه على البوابه الحديديه علشان يفترس الراجل، لكنه لما خبط في السور الحديد خاف من صوته وجري. وكالة رويترز العالمية صرحت إن المزارع ده عمره 65 سنة واسمه تشاو، والسلطات الصينية حذرت السكان المحليين وقالت لهم يستعدوا لمواجهة النمور السيبيرية في أي وقت. وابن الراجل الاولاني اللي اتعض من ايديه اكد انه شاف في المنطقه نمرين مش نمر واحد، لكن المسؤولين لحد وقت تسجيل الحلقه دي ما قبضوش على اي نمر فيهم. هم حذروا السكان بس وقالوا لهم ان النمور السيبيريه بيكونوا اكثر نشاط بشكل عام في ساعات الصبح والفجر. وقالوا لكل سكان مقاطعه بولي محدش يمشي لوحده، وبلغوا فورا لو شفتوا اي فضلات للنمر او اثار اقدامه، وخدوا بالكم من مواشيكم ومن نفسكم، واحنا هنعمل دوريات حراسه في القرى السكنيه كلها. من 6 سنين بالظبط السلطات الصينية عملت مجهود جبار ونجحوا في زيادة أعداد النمر السيبيري في البرية من 27 نمر ل 70 ببر حسب آخر إحصائية خارجة من إدارة الغابات والأراضي العشبية الصينية. وفي الفترة من يناير لشهر يونيو من سنة 2024 تم الإبلاغ عن وجود 17 نمر سيبيري في مناطق بشرية، وده بقى بيدق ناقوس الخطر في إنهم بدأوا الزحف على القرى السكنية، وربنا يسترها طبعا على الناس اللي هناك ويحميهم. وكده يكون خلص فيديو النهارده من النمور البرية. صديقي الانسان الجميل الحبوب، لو لا قدر الله عرفت ان المنطقه اللي انت عايش فيها موجود فيها نمر مفترس حر وطليق، قول لنا بقى بمنتهى الامانه والمصداقيه ومن غير فتحه صدر هتتصرف ازاي. اكتب لنا تحت في التعليقات، وان شاء الله استنونا في حلقات جايه اقوى وامتع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.